متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسبوسه بالكريمه. بسبوسه جميله جدا، وزائد انها احنا هنضيف عليها كريمه هتبقى اجمل واجمل وهتبقى خفيفه وطعمه. دول 3 بيضه مع ورقه فانيليا بالشكل ده، قلبتهم كويس جدا. ودي كوبايه الا ربع زبادي، انا عامله المقدار عندي كوبايه الا ربع. لو العدد كبير عند حضراتكم ممكن نعمل كوباية كوباية وربع، يعني ممكن نزود شوية مفيش مشكلة. فأنا عندي كوباية إلا ربع زبادي، كوباية إلا ربع طبعا جوز هند، كوباية إلا ربع دقيق، كوباية إلا ربع سميد بسبوسة، برضو كوباية إلا ربع زيت. دي المقدار اللي أنا عملته على القد، ممكن نزود عادي مفيش مشكلة. قلبت الخليط كله مع بعض كده. هنا حطيت معلقة ونص بيكنج باودر. دهنت صينية بالشكل ده وحطيت نصف الخليط فقط في الصينية ودخلته الفرن على درجة حرارة 150 درجة في الرف الأوسط. وده العسل بتاع البسبوسة، كوباية ونص سكر مع كوباية إلا ربع مية مع ورقة فانيليا، وكمان عصرة ليمونة على نار متوسطة لغاية ما اخد القوام بتاعي كلهم كده على النار. بعد كده حضراتكم هنبدأ نعمل ايه؟ هنعمل طبعا المهلبية او الكريمة بتاعة البسبوسة. عبارة عن ايه بقى الكريمة؟ 2 كوباية شاي لبن، احنا بنسميها كريمة كدابة عامة. 2 كوباية لبن مع ورقة فانيليا، ونحلي سكر على القد مش كتير. وبعد ما خرجت البسبوسة معايا كده يا دوب اصفرت من تحت شوية، انا فرشت عليها الكريمة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا ضفت نصف الخليط الاخر اللي انا كنت حاطاه على جنب، ودخلتهم تحت الشواية وطفيت الفرن. هنا بعد ما خرجت حطيت عليها العسل، وبقت يعني حاجة في منتهى الجمال. شايفين حضراتكم مستوية من تحت ازاي، شايفين من فوق ازاي، وطبعا ايه جميلة ودايبة وطعمها خطير. بالهنا والشفا.